مساء الخير وحلقة جديدة وسيدتي وبرنامج الأسرة المصرية وكل ما يهم المرأة وكل أفراد الأسرة المصرية على شاشتنا. قبل ما نبدأ حلقتنا برضو عايزة أقول للمشاهدين أو مشاهداتنا لأنه المرأة هي أساس البيت. يعني المرأة لو التزمت أو كانت حرصت على التزام أهل بيتها كله هيبقى ملتزم. من فضلكم السيدات اللي بيشوفونا خدوا بالكم من نفسكم. نرتدي الكمامة، احرصي ان ولادك يرتدوا الكمامه وما يقلعوهاش وفهميهم في المدرسه ان هم ما يقلعوهاش. جوزك شددي عليه جدا عشان الرجاله مش ملتزمه جدا، فخدي بالك برضو منه والتزموا كلكم بالكمامه، لانه طبعا احنا عارفين دلوقتي الكورونا شد حيلها جدا والاعداد عماله بتقفز قفزات سريعه ومفيش حتى اي جاب ما بين القفزات. يعني احنا في خلال 3-4 ايام هنلاقي نفسنا وصلنا ل 3000 في اليوم. ف وزي ما احنا عارفين ان الاعداد الحقيقيه غير الاعداد المسجله او غير اعداد التقرير اليومي مع وزاره الصحه، لان الاعداد دي ممكن تتضاعف لحد 10، لانه مش كل الناس بتتعالج في مستشفيات الحكومه او مستشفيات وزاره الصحه. فارجوكم الالتزام. هنا دلوقتي الناس هنا في المبنى بدات تبقى اكثر التزاما، كله داخل الاستوديو بالكمامه. انا كنت لابسه كمامه لحد لما قعدت وشلت الكمامه علشان نظبط اضاءه ونبدا مع بعض الهواء، وطبعا محافظين على الديستانس ما بيننا وما بين الضيوف. والنهارده ضيفتي الاستاذه علياء عبد الغني العزازي. الحقيقه يعني هي ضيفه مميزه جدا، وهي مغيره ديكور الاستوديو بصراحه النهارده بكل المنتجات والمشغولات الجميله اللي هي جايباها. المشغولات اليدويه او الشغل اليدوي او الحاجات الهاند ميد، سواء كانت سجاجيد، اكلمه، مفارش، حاجات للديكور، ملابس، شنط. الحقيقه يعني احنا عندنا في مصر في اكثر من محافظه بتشتهر بالصناعات اليدويه، وعندنا اكثر من ستايل خاص بالصناعات اليدويه في كل محافظه. محافظات الصعيد بتختلف عن محافظات وجه بحري، بتختلف عن سيناء. كل محافظه ليها الطابع بتاعها، وخصوصا يعني في بعض المحافظات عندنا مشهوره جدا بالصناعات اليدويه. والحقيقه في اكثر من مبادره خاصه على تدريب السيدات للصناعات اليدويه او المشغولات اليدويه، سواء كانت الحاجات التطريز او الهاند ميد او المشغولات الجلديه او دباغه الجلود او السجاجيد او الاكلمه او المفارش او غيرها. كل هذه الصناعات بصراحه رائعه جدا. وانا النهارده بقى هكون طبعا مع الاستاذه علياء، هنتكلم معاها عن موضوع الصناعات اليدويه، واسالها عن المنتجات الجميله اللي مليانه عندنا في الاستوديو. كل حاجه ليها تراث خاص، في حاجات ستايل سوهاجي، وفي حاجات ستايل سيناوي، وفي حاجات انا شايفه هنا حتى في سجاده من السجادات شايفه اللوتس الفرعوني. فالحقيقه يعني أنا شايفة باقة متنوعة من مختلف المحافظات ومن مختلف أنواع الحرف اليدوية عندنا في مصر. أهلا بيكي. أهلا بيكي، أهلا بيكي وبكل المستمعات والمستمعين، وسنة سعيدة يا رب عليكم. احنا خلاص السنة الجديدة يعني قاب قوسين أو أدنى، فأنا سعيدة أن أنا معاكم في بداية السنة الجديدة. يعني طبعا احنا هنفرق بين حاجتين، بين التراث وبين الصناعة اليدوية. طبعا التراث هو صناعة يدوية فعلا، لكن هو يعني ما نسجه الأجداد يعني في التاريخ، هو تاريخ وحضارة وهوية لينا هنا في مصر. المرأة، ليه بنقول المرأة؟ يعني احنا طبعا التراث بيعملوا الرجال، لكن المرأة لأن ليها دور عظيم جدا في العمل التراثي. يعني ما كانش بالنسبة لها ده شغل هي عايزة تشتغل علشان تجيب فلوس، لا، ده هي يعني مثلا أنا عايزة، طبعا لو احنا حكينا حاجات هناخد ساعات، بس احنا هنشير لحاجات معينة. يعني في سوهاج كان ده، لو أنا وريتك ده اللي هو التلي أو التلي بيتقال باللفظين، ده حاجة من الحاجات بالنسبة لهم هي ما كانتش مشهورة لغاية ما اتعرف في فرنسا. يعني في كارسول دي ليفر ماري لويس عرضت عرض أزياء، فطلبوه الناس يعملوا منه. تخيلي ان حيطة كاملة بدل ورق الحائط يتعمل من هذا. ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة زي خيوط كان رفيعة قوي. ده خيوط كان بيتعمل الاول خيوط من الذهب والفضة الحقيقية. يعني انت تخيلي ان ده كان اصلا بيتعمل من الفضة او الذهب،
طبعا بيجي من يعني للاسف انه بيجي من المانيا وفرنسا، بس هو ما فيش اشكال لان كان اصلا بيتصنع في مصر، لكن الخيوط دي بتيجي دلوقتي هي عباره عن خلينا عشان الكاميرا بتاخده وعايزين نشوف واضحه كده. يعني انا ده اهو الخيوط دي الستات بتنسجها بإبر بإيديها، كانت عبارة عن هي بتحكي دي قصة. زي يعني التطريز عارفة مثلا زي الهوت كوتشور او الخياطه الرفيعه، ان بالظبط الخط كل خط. يمكن انا جبت ليا يعني دي انا طبعا انا اول مرة تخيلي ان انا اعرفه في معرض تراثنا لما دخلنا المعرض. ده كارديجان ده ولا ده بلوزة كده هم عاملينها. فانا يعني انا فوجئت بان سعره مرتفع، وسعره مرتفع ده لان الخيوط بتجيلهم غاليه. طب ايه الخيوط دي مش عندنا في مصر؟ هي بتيجي دلوقتي، كانت الاول عندنا في مصر، بتيجي دلوقتي من المانيا وفرنسا. طب يعني هي الموضوع لفه حلزونيه شويه، احنا كنا بنصنعها ايام زمان هنا في مصر وبنشتغل بيها، ليه نبدا نجيبها من المانيا ما نصنعها؟ حتى لو كده انها كانت اصلا بتيجي زي ما بقول لك من الفضه حقيقيه وذهب حقيقي. دلوقتي بقت بتستخدم حاجات صناعيه نحاس والخيوط دي، وبرده ما زالت انها غاليه. دي عباره عن ايه؟ يعني انت لو بصيتي تاريخ، بتحكي تاريخ. يعني كانت البنت مثلا تعمل الفستان بتاعها للزواج، تتخيل طب انا هروح على جمل، طب تعمل رسمه الجمل، طب انا هروح الاقي شجره لبلاب، تعمل شجره لبلاب، الخط المنكسر نهر النيل، المثلث عباره عن الجبال اللي بين اسيوط وشندويل. شندويل هي اللي في الصناعه دي بالنسبه لصناعه من تراثنا. التطريز السيناوي الشهير اللي هو العبايه السيناوي دي طبعا حاجه تحفه وطالعه موضه جدا 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 على فكره، بتتلبس في رمضان وبتتلبس في العزومات وفي الخروجات في شهر رمضان. التطريز السيناوي برضو رائع، ونفس القصه بتاعت شمال سيناء اللي هي بتيجي من ناحيه من تحت الوسط وبتنزل على واسع اهي. دول السيدات بتوع شمال سيناء عملوها. ده تعتبر متطوره من الثوب السيناوي الاصلي اللي كان بتنسج البنت من اول ما يعني تبقى عندها 5 6 سنين تبتدي تشتغل لغايه ما هي توصل لجوازها تلبس الثوب بتاعها. كان بيبقى كله بالتطريز ده، مش كله بالتطريز ده يعتبر متطور. في ناس على فكره هم في يعني فريقين، فريق بيقول ان احنا تراثنا نخليه زي ما هو وما نعدلش فيه، وفي فريق بيقول لا ناخد يعني من التراث وننزل يتماشى مع العصر. يعني انا شايفه ان ده الصح، اخد موتيف من التراث واحطه، وده اللي انا عملته في الشنط دي. هنا دي شنط دي جلد طبيعي برضو، يعني انتوا اللي مصنعينه؟ ده انا اللي عاملاها، يعني جلد طبيعي. وجبت يعني انت اللي عامله الدباغه بتاعت الشنطه والقصه بتاعت الجلد وكله، ولا جايبه الشنطه جاهزه؟ لا مش جايباها جاهزه. انا جايبه الجلد وابتديت، بس انا بستعين بحد يخيط لي الحاجات، بختار الموديل وببتدي. انا كنت بجرب فيهم بصراحه، كنت عايزه اشوف هتطلع شكلها ايه. يعني هي لسه دي بالنسبه لتجاربي انا في البدايه. يعني دي واحده تانية تتميز باللون الاحمر بتاعهم. انا طبعا خدت الموتيف ده من قطعه هم عاملينها، كانوا بيغطوا بيها الراس كده، اسمها قنع، واخدتها وعملتها على الشنطه بحيث ان احنا ندمج ده في ده. انا عاجبني كمان الشنطه اللي قدامك برضو، يعني دي واخده الشكل برضو. هم كل الشنط على فكره ترندي جدا، يعني يتمسكوا كراس، يتلبسوا كراس وحلوين، وكل بيس بتبقى بيس مميزه، مش هتلاقي حد تاني لابسها. ممكن نشوف الشنطه اللي قدامك. دي حاجه تانية بقى، ده قماش شرقي معمول تطريز اسمه تطريز شنيت. ده انا برضو فكرت، قلت الله طب ما احنا بدل ما احنا سايبينه كده ما نجرب. الجلد ده جلد مش طبيعي، ده جلد صناعي. بس يعني افضل انواع الجلد الصناعي. اوكي مش عايزه وده وزيها الاثنين برضو دول. على فكره الحاجات دي يعني طالعه موضه، يعني ممكن تتلبس على فكره. يعني في براندات دلوقتي بقت بتاخد الاشكال دي تعملها زي موتيفا للحاجات بتاعتها، فاحنا حلو جدا ان احنا نعملها في مصر. وممكن طبعا جلد طبيعي وجلد هنا ده جلد سكاي، بس يعني نوع كويس بس شويه، يعني افضل انواع الجلد الصناعي. دول برضو نفس الفكره، يمكن ده معرفش الكاميرا تجيبهم.
نفس الفكره. انا عاجبني اللي هي بتتقفل الشنطه بقلاب، واللي بتتقفل دي نفس الحكايه. دول برضو الجلد الصناعي. ممكن طبعا تستخدمي فيهم جلد طبيعي، مظبوط. ممكن. بس هي الفكره ان يعني احنا يعني انا بجرب ليه، لان السوق يعني مازال بيحاول يستوعب يعني الحاجات اللي موجوده. فالجلد الصناعي يعني سعره اقل شويه، فيبقى بتغطي كل الناس، يقدروا انهم اللي عايزه طبيعي تاخد، اللي عايزه صناعي. بس انا عن نفسي انا بفضل الطبيعي لطراوته يعني. بس الجلد الطبيعي هيبقى محتاج يعني فئه معينه تشتريه، انه بيبقى غالي جدا. هو يعني مش فظيع في الغلو، بس يعني ايه معقول يعني معقول. الفولار ده بالنسبه او الشال ده، الشال ده شال معمول من اخميم. على فكره اخميم اتسجلت في منظمه اليونسكو على اساس انها قيمه تراثيه عظيمه، واصبحت دلوقتي مسجله في اليونسكو. طبعا حاجاتهم رائعه. اخميم شغلهم، لو احنا اخذنا اخميم دي فين؟ في سوهاج، في اخميم ونقاده، دول بلدين موجودين، وبرده الشندويل بعدهم يعني. فده كله بيتنسج على النول، ويبتدي ده التطريز يتم عليه. ممكن يعني انا مثلا لابسه هنا من غير تطريز، ده للي يحب التطريز اهو. يعني هو القماش بتاعه نفسه منسوج على النول يدوي، مش قماش جاهز. لا مش قماش جاهز، كل منسوج على النول. انا والله للاسف يعني هي نجله قالت لي ما تتحركيش، بس انا عاجبني ده قوي. انا حبيت ان انا اخده اوريه لكم اهو. هنا طبعا بالنسبه للاخميم يعني صناعاتهم رائعه. طبعا بيعملوا ملايات، بيعملوا كوفرتات، بيعملوا شيلان. ده القماش ده ايه؟ كتان؟ ده قطن المفروض ان هو فيه كتان وفيه بيتعمل صوف. بس رائع جدا. وده برضو ده شال برضو سيناوي، ده شال شمال سيناء، معمول على عندنا يعني محطوط كانه يعني جزء من الترابيزه مفرش، بس هو ده شال سيناوي. وده لو اخدنا بالنا عشان لو احنا في الشمال برضو هناخد الايه الحاجات دي. الطرح دي شيفون عادي من الشيفون بتاعنا. بيعملوا بقى يروحوا حاطين كنفا، قماش كنفا، وتشتغل عليها شغلهم هم. دي الموتيفات دي، الموتيفه يعني ايه؟ وحده بنائيه صغيرة تبتدي تتكرر عشان تبين الهوية بتاعة المكان بتاعهم. فدول شمال سيناء اللي عاملينهم. اوكي. انا ليه انا جايبه حاجات مختلفة او كده؟ لان انا فكرت لما انا عرفت بلدنا وابتديت الف فيها وانزل اخدها من الشمال للجنوب، ابتديت اشوف الست المصريه وهي بتشتغل. عجبني جدا انها وهي في بيتها بتطرز الحاجات دي، بتعملها بنفسها. فانبهرت بصراحه. انا عايز اسالك سؤال بقى، هي الحاجات دي انت اللي بتعمليها بس، ولا انت عندك مشغل في مجموعه من الستات انت بتدربيهم مثلا وبتعملوا كل هذه المنتجات؟ لا انا عندي جزئين. هو حتى عملت صفحه للتعريف بمصر، التعريف ببلدها والتعريف بناسها، وابتديت ابين في الفتره الاخيره، فتره كورونا لما حصل ان الناس كلها توقفت. طيب ما نبين الحاجات دي. في ناس ما تعرفش حاجه عن الخياميه مثلا. انا يعني ما عنديش مشغل، انا عرفت بمصر، وفي نفس الوقت ابتديت انا يعني اعمل حاجات بنفسي. يعني مثلا ايه، لو بصيتي ده ادور في النت واعمل ده. عملته خشب، جبته خشب عادي وابتديت اعمل ده حاجه اسمها فينيل. صممت الشكل وطبعته وابتديت الزقه على الصواني. عملت ده حاجه لطيفه، الواحد مثلا الصبح وانت انت اللي عامله بقى الحاجات دول اللي انا عاملاهم. لكن دول الشنط انا اللي عاملاهم. الشنط انت عاملاهم. دي مثلا دي حاجات خدديات. انا فكرت ان انا انزل اطبع اللي انا عايزاه. فانا جبت قماش وساده خالص يعني، وطبعت عليه خام، وطبعت عليه الاشكال دي اللي باينه، وعملتها خداديات، سواء مربع، ما اقدرش اجيب كل حاجه يعني، او المستطيل، بحيث ان احنا اي حد بيحتاج ان هو يحط تحت ايده طبعا يقعد كده. دي حاجه، دي انا عاملاها، دي الحاجات اللي انا عاملاها. انت الشغل اللي هو الشغل ده انا يعني قايله الناس عليه وعملوه لي. وانا اللي ابتديت اعمل الكوشن نفسها. دي كفر طبعا بيتحط فيها الكوشن. يعني انت واخده القطعه التراثيه استخدمتيها ووظفتيها في منتجات ده إن أنا ممكن تستخدم في كل بيت بالظبط. لكن في نفس الوقت انا عاجبني حاجات. فمثلا دي الخياميه، ده الخياميه اللي قدام دي هي من اقدم الصناعات المصريه. دي كلها بتتعمل يدوي، يعني انت تلاقي العامل ما فيهاش اي مكن، حتى الخياطه الخارجيه بتاعه الاطار ده يدوي. للاسف يعني احنا كان يمكن في 500 واحد، دلوقتي بقوا 20. المهره دول اللي كانوا بيعملوا كسوه الكعبه،
يعني هم دول موجودين لحد دلوقتي وهم اللي بيعملوا الخياميه طبعا دي. بيتوارثوها. الاب بيعلم ابنه وهكذا. فهو دلوقتي في 20 واحد ماهر فقط في الخياميه اللي بيصنعوا الحاجات دي. طبعا دي زي ما حضرتك قلتي في الاول زهره اللوتس اللي هو النموذج بتاع مصر والنبات المشهور في مصر. بالظبط. وده اللي هو الكليم، ده الكليم العادي. انا طبعا المشهوره انا جايبه ده من فوة الجنب رشيد. طبعا هي قبل اسكندريه، طبعا مشهوره بانها قلعه صناعه الكليم. ده كله بيتصنع يدوي على النول. فدي صناعه جميله. طبعا الحاجات دي كانت زمان هي اللي بياخدوا بيها يعني استهلاكهم، بيتهم، اصحابهم، الناس يعني بيعملوها ليهم. دلوقتي طبعا مع الوضع الاقتصادي ابتدوا يبيعوها. طبعا كل الصناعات دي بتمر بكبوه. ابتدت دلوقتي ترجع الناس، انا عايزه الحاجه بتاعت زمان، انا عايزه احط في بيتي كليم، انا عايزه احط في بيتي حاجه يدويه. فابتدت تنتعش تاني الصناعات دي، بس ما زالت محتاجه تسويق، محتاجه ان الناس تعرفهم، محتاجه الناس انها تاخد دي كقيمه ثقافيه عاليه جدا. دول كنز. وانا شايفه ان الصناعات دي هي زورق النجاه اللي هتاخد مصر للامام. تمام. انت بقى يعني انا شايفه ان انت جمعتي من كل محافظه حاجه وخدتي حاجات جاهزه وعملتي بيها مشغولات وعملتي بيها حاجات ممكن انها تنفع في اي بيت مودرن يعني. ليه ما فكرتيش تعملي مثلا مبادره ان انت تجمعي مجموعه من السيدات دول، مثلا تجمعيهم في مكان او في مشغل وتبداوا تصمموا حاجات وتعملي حاجات تبقى ليها سوق على الفيسبوك، تعملي مبادره للتدريب، تاخدي ستات تدرب ستات تانية. يعني دي اعتقد هتبقى فكره حلوه جدا. هي المبادره اللي انا عملتها ان انا انشأت صفحه بتعرف، بعمل عليها، بسجل مع الناس دي، بروح لهم اماكنهم. طبعا هي الحاجات دي يعني انا ممكن اعمل ورشه واجيب حد او ابتدي ادرب الناس الموجوده، وده اللي المفروض تحصل في كل محافظه. اللي تعرف الشغل ده وتعمله تبتدي تجمع ناس وتعلمهم علشان ما ينتهيش. بس زي ما بقول لحضرتك احنا بنتكلم عن حاجتين: التراث كحاجه قديمه جدا ليها تاريخ وليها هويه، دي لازم ان احنا نعرف بيها ونبتدي نسوق ليهم. طبعا في ناس معترضه ان احنا ما نسوقش ده يتحط في متاحف وحاجات زي كده، بس هي المشكله ان الناس دلوقتي الوضع الاقتصادي صعب. فلا بد ان يحصل تسويق عالمي كمان. يعني الدول الاوروبيه محتاجه، فدي لازم ان يدخل فيها الغرفه التجاريه، دعم المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، يعني الجهات الغير يعني هادفه للربح، المؤسسات غير هادفه، انها تدخل في الحاجات دي علشان تقدر انها تنتعش الصناعه دي. لما تنتعش يبتدي بقى التدريب اللي حضرتك قلتي عليه. لكن طبعا انا بلاقي حد، انا اصلا من الاسماعيليه على فكره، لما بلاقي حد يعني بيعرف مثلا اشغال الابره دي او الاشغال التريكو، بحاول ناخده واقول طب احنا نعمل حاجه حديثه. بالظبط. ندخل يعني التريكو بتاع زمان. انت ما فكرتيش تتعلمي التريكو بالذات؟ دلوقتي بيتعمل بيه حاجات، وفي طرق برضو للخياطه غير التريكو، بتعمل حاجات زي الفرو وزي القطيفه وزي الحاجات دي، بتستخدم سجادات، كوشنز، فرش للسراير. انا حاجات حلوه زمان جدا. عملت كل الحاجات دي. يعني خيطت وعملت كروشيه وعملت تريكو وكل حاجه عملتها. والغرز بتاعت السلسله ومش عارفه الحشو والحاجات دي. بس الفكره دي انا كنت وصلت لمرحله ان انا قلت بقى ايه، ما انا كبرت وولادي كبروا وبتاع، انا هقعد اريح والناس تعمل لي. حصلت القعده في البيت دي خلتني، طب انا كنت الاول بطلع رحلات وبروح جبال وبطلع سينا انت واضح ان انت يعني بتحبي يعني هو مسميني بنت بطوطه يعني. لف والسفر. لاني اكتشفت مصر، انا بكتشف مصر جميله، مصر فيها حاجات الناس يعني واحلى من الدول في العالم كلها. فدلوقتي خلاص يعني برضو ان انا اقعد اعمل بالابره كده، طب ما انا الافكار يعني الفكره نفسها دي حاجه عظيمه جدا. يعني انا الافكار دي كلها ما انا اللي عاملاها، لكن لما الاقي حد فعلا يعني ده اللي هعمله. يعني ان خصوصا المنتجات، احنا عندنا في اسماعيليه ضواحي، يعني اول ما الاقي حد قادر انه يعني ممكن نجيب لهم نول وابتدي ادرب واطلع منهم. بس احنا عندنا مشكله يا ريت ان انا اقولها: التسويق. التسويق ده لازم تتدخل فيه جهه قويه زي يعني الغرفه التجاريه،
زي المشروعات دعم او الناس مستثمرين. هي انا هقول لك على حاجه، هو المشكله ان انت عشان تسوقي المنتجات دي جوه مصر حاليا ممكن تبقى فيها نوع من انواع الصعوبه، لان خلينا برضو نتكلم بشكل عملي، انه في ناس بتحب الحاجات التراثيه ودولت نسبه قليله، والناس التانيين بتدور على البراندات والماركات والحاجات الحديثه والحاجات اللي هي الابديتد مع الفاشن العالميه. لكن الحاجات دي لو اتعملت في معارض بره الناس هتقبل عليها اقبال هستيري، لو اتحطت منها في الاماكن السياحيه، واعتقد ده موجود في المحافظات السياحيه زي شرم الشيخ وزي الغردقه وزي الاقصر واسوان. الحاجات دي الاجانب هم اللي يحبوها اكتر. لو يتعمل صفحه مترجمه ومعموله ويب سايت بره، على فكره دي هتعمل هتشغل ناس كتير، هتعمل مكاسب هايله. والحاجات دي تتباع بره وتتعمل عن طريق ويب سايت. ده اللي احنا عايزينه ليهم، لان دول ناس بتشتغل زي ما بقول لحضرتك، دول هم اللي هيظهروا مصر. يعني احنا زي ما احنا بنعمل مش بنعمل برامج، ودول هينفعوا كمان في السياحه بالظبط. يعني ده يعني دعم لمصر كلها. هو الموضوع بقى دلوقتي كل حاجه بقت اونلاين، فاحنا مش محتاجين نروح نعمل معرض في فرنسا ولا معرض في المانيا ولا معرض تراثي في اي حته. احنا ممكن كل البرودكتس دي تتحط على ويب سايت كويس، والويب سايت يتسوق له كويس ويدفع له اعلانات ويدفع له ادز ان هو ينتشر في كل حته ويوصل للناس اكتر. ده ناس بتعمله عفوا فردي. احنا مش عايزين ان احنا نعزف عزف فردي، احنا عايزين سيمفونيه متكامله، عايزين يعني الجماعه كلها، ان ناس فعلا يعني في ناس زي درجات زي مثلا. انا عايز اقول لك على حاجه، حتى لو اتعمل فردي وانتشر على نطاق واسع ساعتها هيلفت النظر للمؤسسات او المسؤولين انه ممكن يتنسق بقى، يتعمل اتحاد، يتعمل اتحاد مثلا الصناعات التراثيه، يتعمل حاجه. بس هي محتاجه برضو مبادرات فرديه عشان تسمع. لكن لو احنا استنينا الجهات المسؤوله هم اوريدي عندهم ما يشغلهم وعندنا ازمات تشغلنا، فخلينا نبدا احنا بالخطوه ونلفت احنا انتباههم. فاهمه قصدي ايه؟ لا، في اصل في جهات متخصصه، يعني في مثلا في الغرفه التجاريه شعبه جلود، في الغرفه التجاريه شعبه مثلا للنسيج، فدول لازم ان هم اللي يظهروا الناس دي قاعده في بلادها. يعني معرض تراثنا اللي رحناه ده كان رائع، لكن ده ما يكفيش، ده عرف المصريين. عشان كده بقول لك الناس اللي زيك اللي عندها حماسه وعندها حميه وسافرت وراحت ولفت، الناس اللي زيك لو كتير او كل حد عنده الباشن دي او عنده الحب ده، يقدر هو يعمل ده بمجهود فردي ويوظف ناس وينشر ده بره. يعني انت لو عملتي ويب سايت وحطيتي عليه الحاجات دي وهذا الويب سايت وصل لناس كتير، المنتجات دي هتتباع باسعار رائعه، وهتستخدمي الاسعار دي انك تدربي ناس وتشتري خامات وتوسعي الصناعه اكتر. هتلاقي نفسك عملتي لنفسك اندستري خاصه بيكي او مبادره تنتشر في كل حته. انا يعني اسمحي لي ان انا بقول لك افكار تسويقيه، بس انا شايفه ان الحاجات حلوه جدا ومحتاجه ده فعلا. لو احنا فضلنا دايما نركن على الجهات الحكوميه، مع كل احترامي وتقديري ليها، هم ممكن يلتفتوا لده. وفي شعب كده زي ما حضرتك قلتي، في شعبة الجلود وفي شعبة النسيج وفي شعب كل شعب للحرف اليدويه. بس هذه الشعب احنا مش شايفينها، احنا لازم نشتغل بتكنيك احدث. هذه الشعب ممكن كل اللي تقدر تعمله انها تعمل معرض في اطار محلي، لكن عشان نوصل لبره احنا المحتاجين صفحه الفيسبوك بتاعتك دي لو عملت لها ابديت وعملت لها اعلانات وعملت لها حاجات هتوصل لناس كتير. بس انا مش عايزه يعني برضو زي ما ايه، يعني انا ممكن اوصل فرديا، لكن لا انا مش عايزه كده. هتلاقي ناس تقلدك. انا عايزه ان الناس دي يتم الاهتمام بيها، يتم تكريمها، يتم ظهورها، وحتى هي تبقى ايه يعني ماشي، حتى لو هي في الجزء الخفي ناخد منها الحاجات دي، نعمل مصنع. يعني احنا ممكن نعمل مصنع شنط يعتمد على الجزء السيناوي، الجزء اللي من شندويل. انا شفت حماس بس الحاجات دي هي حلاوتها انها تتعمل بيسز فرديه يدويه. لو اتعملت مصنع واستنباط هتفقد قيمتها التراثيه. انا لما بشتري قطعه زي دي مثلا انا عارفه ان دي هي قطعه واحده، مش هلاقي غيرها. يعني زي عايزه اقول لك على حاجه، يعني في مش بدون ذكر اسامي، في براند اصبح هذا البراند عالمي، براند بتاع شنط، واعتمد في تصميمه، اكيد في ناس كتير عارفه انا بتكلم عن ايه، اعتمد في تصميمه على الرسومات التراثيه والشنط اللي من الحديد ومن المعدن، من الميتال اللي بتتعمل في سينا برضو. ايوه. وهذا البراند
بالجهد الذاتي زي ما بقول لك بقى على الريد كاربتس وبتلبسوا جينيفر انستون وجينيفر لوبيز. صحيح. انت عارفه اكيد انا بتكلم عن وكمان انت عارفه حضرتك، يعني انا مش عايزه بس ان هي البلاد اللي بره هي اللي تنشر، يعني التلي دوت برضو ممثلين عالميين وظهروا في افلام خدوه خدموه. يعني بقول لك لما حيطه كامله تتعمل بدل ورق الحائط. فاحنا عايزين ان احنا نهتم، يبقى احنا بصناعتنا، ويبقى كل مصريه عندها في بيتها يعني على الاقل بيس، حاجه على الأقل بيس من تقول لك ده من سينا، ده من سيوه، ده من شندويل، وبعد كده ان شاء الله نطلع للعالميه. انا اشكرك جدا يعني جدا جدا الاستاذه علياء عبد الغني العزازي، نورتينا وشرفتينا وجربي اعملي اللي انا بقول لك عليه، لانه في فعلا موجود ويب سايتس بتبيع هذه المنتجات، الحاجات اللي ليها طابع تراثي وبيوظفوها زي ما انت عاملاها كده. فجربي، خلينا نبدا بمبادرات فرديه وكلنا هنوصل للعالميه اكيد ان شاء الله. مش هبطل ان انا اعرف بالناس واكتب عنهم واقول عنهم، ويا رب ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين، ويا رب ايديك على الحاجات الجميله باذن الله. ميرسي لحضرتك. شكرا لحضرتك. مشاهدينا دلوقتي احنا عارفين انه يعني ما فيش غالبا الافراح في الحاجات الاندور او في الاماكن الاندور هتبقى ريستريكتد الفتره اللي جايه، وهتبقى ممنوعه الفتره اللي جايه. فخلينا نشوف السيت اب لافراح في الاوت دور، واعتقد انه هي دي اكتر حاجه مناسبه للفتره الصعبه اللي احنا فيها علشان الوباء وعلشان الكورونا. ازاي ان احنا نعمل ديكوريشن حلو للاوت دور، لو عندنا جنينه في البيت، او ممكن نعمل الفرح في مكان خارجي، في جنينه اوتيل، في وات ايفر او وير ايفر احنا عايزين نعمله فين. بس في سيت ابس حلوه قوي في التقرير دوت، هتعجبكم، اتفرجوا عليها.